النهارده اعمل محشي. هحشي النهارده كرنب وخضار مشكل. رحت السوق كده وجبت الكرنبايه اللي مش بينصح بيها الشيفات الكبار، الكرنبايه التقيله المعرقه دي، يعني في اجماع ان هي كرنبايه سيئه، بس انا بحبها جدا 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 عشان انا بحب احس ان انا باكل كرنب. مش بحب الكرنبايه اللي هي الخفيفه اللي هي ورقها املس خالص خالص كده وتبقى عباره عن رز بس، لا انا عايزه احس ان انا باكل كرنب. حطيت كده بعد ما شلت الرز حطيتها في ميه وكمون حصى، مفيش حصى يبقى بودرة عادي مطحون. وبعدين شلت الورق كده، ما بين كل ورقة والتانية هو 10 ثواني بس. ليه؟ لان انا اصلا مش غرضي من السلق ان انا اسلقها واسويها، لا انا غرضي ان الورقة تطرى معايا بحيث ان انا اعرف احشيها. وبعدين شلت العرق وخليت الحتة اللي انا شلتها دي على شمالي، والحتة اللي مقفولة قدامي، وبرمت كده. وبعدين قطعتهم كده على 3، وبعدين هقسم بقى كل لفة كده. وطول الورقة طبعا انا اللي بتحكم فيه، ممكن اخليها اطول من كده، بس انا عن نفسي بعرف احشي الورقة الصغيرة عادي. وبهدر من الكرنب بقلب جامد لان انا اصلا ما برميش حاجة، يعني انا بحب اصلا المخلل بتاع الكرنب جدا جدا جدا. فانا بظبط شكل الورقة كده بالظبط، واللي بهدره ده ما بيترمش، كله بيتخلل. خلصت اهو الكرنبايه كلها، والورقتين الاولانيين اللي هو الخضر اللي بيترموا دول انا مش برميهم، انا بحشيهم عادي ومش بحس ان هما يعني طعمهم وحش ولا حاجه، عادي. يعني انا معرفش الناس ليه اصلا بترمي الورقتين دول. نيجي للخضره بقى، هي طلعت كتيره شويه، بس انا المفروض اللي هيكفيني دلوقتي على 3 كوبايات رز، حوالي 900 جرام يعني رز، 3 حزم من كل حاجه، يعني 9 حزم في المحصله يعني. نيجي بقى للبصل. البصل ده حكايه، يعني اللي ما جربش محشي البصل ده والله فاته كتير. هو اصله عراقي، يعني اصل وصفة محشي البصل دي عراقي. عشان نطلع الورق بتاع البصل لازم يطرى معانا، فالناس بتسلقه، بس انا ما بحبش اضيع طعمه، فانا بسيبه في الفريزر من بالليل يتجمد بعد ما اشقه كده. وتاني يوم اول حاجة بعملها اني بطلعه يفك قبل ما اخلص التحضيرات. وبعدين البتنجان طبعا بمجرد ما بقوره بيسود، فلازم يتحط في مية وملح وليمون. انا اتفاجئت كده ان الليمون خلص، بس عادي يعني ماما حطلنا على طول ليمون في الفريزر ستوك يعني. اوقات كده بيبقى الليمون رخيص جدا في السوق، بنجيب كمية كبيرة قوي، وبعدين ماما بتقعد تعصره كده في القوالب بتاعة التلج، وبعدين لما يتجمد بتقوم حطاه في علب، وهكذا بقى لحد ما تخلص الكمية اللي عندها كلها. بالنسبة بقى للبتنجان انا بحب اجيبه طويل واقسمه بحيث ان انا لما اجي اقور تبقى الفتحة اللي انا هقور منها تبقى واسعة. خلاص كده البتنجان جاهز معايا. الفلفل بقى انا بحب قوي اجيبه صغير، بحب كل حاجة صغيرة. وبحبه بالغطا بتاعه، غسلته كويس طبعا، وبعدين شلت الغطا كده وسبت فيه حتة، وبعدين قعدت اسلك كده البذر اللي لازق بالسكينة. بصوا، شلت البذراية والغطا بتاع الفلفل زي ما هو، يبقى شكله تحفة جدا بعد ما بيستوي. بصوا كده خلصت الفلفل. نيجي بقى للخضرة. الخضرة طبعا غسلتها كذا مرة، ما بتتغسلش في مصفى، بنغسلها في كروانة كده والمية بتغمرها يعني. وبعدين شفة والتانية كده وبقوم حطها بقى ايه تتنقع في مية وخل، لازم عشان الكيماويات اللي على السطح بتاعها، وعشان الخل بيدوب الطينة. تمام كده خلصنا الخضرة.
نيجي بقى للكوسة. الكوسة نفس الكلام برضو، بحب اجيبها طويلة، وحتى لو مش طويلة برضو بقسمها. بحب قوي منظرها وهي صغننة كده، وهقورها ومش هرققها كده. وبقيس طبعا بالمقورة، وبحدد انا يعني هخش بالمقورة لحد فين، بحيث انها متتخرمش مني من الجنب التاني. خلاص كده الكام كوسية اللي معايا. ده كده بقى تاني يوم. انا خلاص كده البصل متجمد عندي، سايباه من امبارح في الفريزر. ولما صحيت قمت ايه مطلعيه يفك. هو دلوقتي كده فك معايا خلاص. الورق هيتشال معايا بكل سهولة، واي حتة هتعصلج معايا هسلكها بالسكينة عادي. ادي الورق اهو بطلعه. والقلب طبعا ما بيترماش، ما برميش اي حاجة. انا هقطعه في الكبة مع باقي البصل اللي هعمل بيه الخلطة. كده خلاص البصل جاهز معايا. نيجي بقى للخلطة. هجيب حلة كبيرة كده، واحط فيها شوية زيت حلوين، وبعدين هنزل عليهم بكيلو الا ربع بصل متقطع في الكبة. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يبقى فيه حتت ذهبي كده. وبعدين هنزل عليهم بكيلو الا ربع طماطم برضو متقطعة في الكبة، وهقلبهم كده وهسيبهم يغلوا مثلا يعني 5 دقايق 10 دقايق، مش اكتر من كده. مش لازم اسيبها تتسبك للاخر يعني. عندي 3 كوبايات رز عاملين 900 جرام، غسلتهم كويس وما نقعتهمش. معايا بقى 5 معالق ملح، و3 معالق كزبرة، ومعلقه فلفل اسود، ومعلقتين كمون، معلقتين خلطة بهارات، وكبابة صيني، وشوية قرنفل صغيرين، و4 معالق كبار نعناع ناشف. فرقاه بايدي كده ومطلعه منه كل العيدان. الملح هحط معلقة لكل كوباية رز، يعني 3 معالق، وهعمل حساب الخلطة مثلا في معلقتين كمان. ورز المحشي يا جماعة ما بيتنقعش. ليه؟ انا اسيبه يتنقع في الخلطة دي، بدل ما يشرب مية، لا يشرب مية بخلطة ببهاراتها بكل حاجة. وبعدين حطيت الخضرة وحطيت الزيت، وحطيت معلقتين صلصة وفكهم بشوية مية كده. وكده خلاص الخلطة معايا جاهزة. هنيجي بقى للصواني اللي هسوي فيها المحشي. انا ما بحبش اسوي المحشي في حلل، يعني مشاكل الحلل كتيرة يعني. ناس كتير بتشتكي من ان المحشي في نص الحلة ما بيبقاش مستوي. فهو تسوية اصلا الفرن احلى بكتير من تسوية البوتاجاز نفسه من فوق. ادي هو الحاجات اللي انا هحشيها. نبدأ بالكرنب كده. بصوا طريقة الحشو على الطبق دي بتخليني اعرف احشي اي حجم ورقة مهما كانت صغيرة. انا عندي المكنة بتاعت لف المحشي، بس انا برتاح قوي في الطريقة دي. لا بلف على كف ايدي ولا بلف بالمكنة، بلف على الطبق كده. يعني الورقة اصلا لو طويلة جدا بطول الطبق بتتلف معايا، مفيش اي مشكلة. وبعرف الف صغير برضو. فجميلة طريقة الطبق دي. هحط كده اول طبقة الورقتين الاولانيين اللي هما كانوا خضر دول، عشان بيبقوا سميكين شوية. هحطهم تحت. اجي اقول صف اهو، واجي تاني صف، ومش هحط اكتر من كده، هما صفين كفاية قوي. بالنسبة بقى للفرشة، يعني في ناس بتحط قلب الكوسة، وفي ناس بتحط الهدر بتاع الكرنب، وفي ناس بتحط حلقات طماطم وبصل. اي حاجة عايزين تحطوها حطوها، بس انا ما بحبش اهدر حاجة، يعني ما بحبش احط فرشة انا مش هاكلها. فبحط بطاطس وبتتاكل جنب الاكل عادي. نيجي بقى للصينية بتاعة الخضار. هرص كده الكوسة، وراها بتنجان ابيض، وراها الفلفل، وراها البتنجان الاسود، وبعدين البصل. الورقة الكبيرة بتاعة البصل هقسمها 2، ولو جيت الفها ولقيتها بتفك معايا هحط لها خل عادي. ولو عندي عزومة ولا حاجة قبل ما اغرف على طول بشيل الخلل دي،
بتحتفظ بشكلها المقفول عادي وما بتفكش منه. مية التسوية بقى: كوبايتين مية، معلقة صلصة، مكعب مرقة، معلقة توم، شوية دبس رمان، وكوباية شوربة فراخ كنت عاملة فراخ يوميها، وبعدين عصرة نص ليمونة وكزبرة، فلفل اسود، كمون، وهظبط الملح، ومعلقة سمنة من اللي ماما عاملاها. انا كنت عامله لها فيديو، كانت مسيحه الدهنه بتاعت بيت الكلاوي وعامله منها سمنه غلوه كده، وهطفي عليها. وبعدين بالمغرفه كده، وهحط على الصينيتين، وهز المحشي كويس كده بحيث ان هو يتشرب الميه دي كلها، ومش هغطيه بالميه، مستوى الميه كده زي ما انتوا شايفين. هغطيهم كويس بالفويل، وبعدين هغليهم على البوتاجاز، واول ما اسمع كده صوت الغليان هكون انا مشغله الفرن، وهحطهم حوالي نص ساعه. حرارة الفرن طبعا متوسطة. بابايا بيحب الرز المحشي جدا جدا جدا، اكتر من اي محشي. بقطع كده قلب كوسة، وبحط عليهم شوية من الخلطة، وبسويهم كده على نار هادية، والحلة بيبقى تحتيها صاجة. المحشي مستوى معايا، هدهنه كده دهنة زيت او سمنة او اي مادة دهنية، وهدخلهم تحت الشواية. الرز يا جماعة بتاع المحشي ده عشان اسويه ليه معاملة خاصة، مش زي الرز التاني. الرز ده يعني كل 10 دقايق ربع ساعة كده تقوموا مقلبينه تقليبة، وهيقعد على النار حوالي مثلا 35 دقيقة 40 دقيقة. ادي المحشي بعد ما طلعته من تحت الشواية. على فكرة هو تصوير ظلم والله، هو مش محروق. انا بحب اديله وش كده تحت الشواية، بحيث ان اللي بيحب ياكله متحمر يلاقي طبقة ياكل منها، واللي ما بيحبش المتحمر ياكل الطبقة اللي تحت. عايزة اوريكم شكل الرز جواه عامل ازاي، لا هو مستوي زيادة ولا حصى، هو سواه مظبوط جدا يعني. البصل ده يا جماعة والله حكاية، والله مفيش حد داقه الا وانبهر جامد، بيبقى فيه طعم سكري كده ما حصلش. وكنت عاملة جنبه فراخ.